دايما بتديني اجابات بره الصندوق، بس النهارده ما اعتقدش عندك الجديد. يعني اعتقد ان في اجابات المره دي هتبقى سهله واضحه. ما اعتقدش هتقول لي يعني مثلا لو سالتك مثلا انت ماتش الزمالك عامل مكافآت استثنائيه للاعبين، لا اكيد ايه مش هعلق يعني ايه لا. ايوه، ما هو اعمل بص يا سيف، بس عشان الناس تبقى فاهمه حاجه. اه انت بتدي مكافآت استثنائيه علشان تحفز اللعيبه. اه ماتش الاهلي والزمالك انت مش محتاج تحفز اللاعب. اه اللاعب محفز نفسه لان لا، بس ده الماتش ماتش يطلعك فوق. آه ما هو خلي بالك اصل الرؤيه مختلفه. اه عايزين نتفق على شيء مهم. بتتكلم رؤيه اداره ولا رؤيه كوره، او رؤيه اداره رياضيه، او رؤيه صناعه كوره، او ماستر بلان معمول، ولا كوره مكسب وتنافس اي والشغل؟ منهم يعني. لا لا لا، تفرق كتير. تنافس ومكسب وعلشان الثلاث نقط وعلشان نطلع فوق والكلام ده، خلاص يبقى ده 3 بونت. انما مبدا ان انت يعني ايمن الشريعي يتمنى يبقى فوق ولا تحت؟ لا، ايمن الشريعي قال الكلام من اول الموسم، اللي هو اداره واضحه وصريحه من اول الموسم، اللي هي كان التارجت بتاعي ان انا ابقى الثامن بفرق اهداف.